لو سألنا 100 شخص بيحلموا يدخلوا مجال التداول، لو معاك كام هتبدأ؟ تسمع أمثلة زي 100 و500 ألف أو حتى 10,000. لكن المفاجأة إن السؤال نفسه غلط، لأن المشكلة مش في إنك تبدأ بكام. المشكلة الحقيقية هي هل أنت أصلا جاهز للتداول؟ في الفيديو ده هنعرف أقل رأس مال للتداول، ليه أغلب الناس بتخسر مهما كان حجم حسابها، وإيه هو الرقم اللي أنصح أي متداول يبدأ بيه. أول وهم بيتزرع فيك كمتداول مبتدئ هو إن الحساب الصغير ممكن يخليك غني. من أكبر الأخطاء اللي بتقع فيها كمتداول مبتدئ إنك بتفتح حساب ب$100 وعندك خلفية إنك قادر تحققهم ل10,000 دولار في كام شهر بس، فبتبدأ بمخاطرة كبيرة على حسابك. مع عدد الصفقات الزيادة والخسارة بيزيد حجم اللوت. تتعامل مع السوق كأنه كازينو بالظبط، والنتيجة إن الحساب بيصفر معاك في أول أسبوع بس. وده مش عشان التداول كان صعب، لكن التوقعات كانت غير واقعية. خلينا نحسبها مع بعض. لو معاك حساب بقيمة $100 تقدر تحقق نسبة ثابتة شهريا بقيمة 10% من الحساب. وللعلم دي نسبة كويسة جدا على فكرة. بعد شهر هترجع تبص على حسابك هتلاقيه $110، يعني حققت بروفيت بنسبة $10. وده بيخلي ناس كتير تفكر $10 بس. هنا تبدأ الكارثة حرفيا، لأن معظم الحسابات الصغيرة بتموت بسبب الطمع مش بسبب السوق. فالحقيقة اللي مش هتلاقي ناس كتير بتقولها لك إن رأس المال مش هو المشكلة، المشكلة في المهارة نفسها. يعني تخيل معايا دلوقتي أنت جبت شخصين ما بيعرفوش يتداولوا، اديت واحد حساب بقيمة $100 واديت التاني حساب بقيمة $100,000. فالاتنين غالبا هيخسروا لأن ما عندهمش المهارة الكافية. لكن لو شخص معاه استراتيجية قوية، إدارة رأس مال محترمة وانضباط نفسي، هيقدر ينجح حتى لو بدأ رأس مال أقل من $100 كمان. قبل ما نجاوب على سؤال أنت محتاج كام عشان تبدأ في مجال التداول، خلينا نروح لسؤال تاني، وهو إمتى تبدأ تداول بفلوس حقيقية أصلا؟ أول شرط طبعا هو إنك تشتغل على حساب تجريبي وتقدر تحقق أرباح لمدة 3 شهور متتالية، مش أسبوع ولا 2 ولا شهر. الشرط التاني هو يبقى عندك خطة واضحة، بمعنى إنك تعرف إمتى تدخل، تعرف إمتى تخرج، وإمتى تمتنع عن التداول أصلا. تالت شرط والأهم هو إنك تتقبل الخسارة، لأن الخسارة جزء طبيعي من اللعبة. طيب لو أنت مستوفي الشروط دي فعلا، هنا نرجع للسؤال الأصلي: أبدأ بكام؟ الإجابة ببساطة إنك تبدأ بمبلغ لو خسرته بالكامل حياتك ما تتأثر. بمعنى إنه يكون مبلغ بسيط قادر تتحمل خسارته، مش رأس مال أحلامك. لو أنت مبتدئ، أفضل رأس مال بالنسبة ليك هيكون من $100 ل $500. وما تنساش الشرط الأهم: لازم يكون المبلغ أنت قادر تتقبل خسارته بالكامل، وحياتك مش هتتأثر بناء على الخسارة دي. أنا مش هدفي إنك تحقق ثروة من المبلغ ده، بالعكس خالص. هدفي ببساطة إنك تتعلم المشاعر الحقيقية للتداول أصلا، لأن الحساب التجريبي شيء والفلوس الحقيقية شيء تاني خالص. أول ما فلوسك الحقيقية بتدخل السوق، هنا بيبدأ الخوف والطمع، وساعتها بس بتبدأ الرحلة الحقيقية للتعلم. طيب إيه رأيك في الحسابات الممولة؟ هنا الموضوع بيختلف شوية. في بعض المتداولين بيفضلوا إنهم يتعلموا ويثبتوا نفسهم الأول، وبعدها بيقدروا يدخلوا تحديات الحسابات الممولة، لأنهم بيستخدموا رأس مال كبير قصاد تكلفة أقل. لكن حتى الحساب الممول مش هيحول متداول خاسر لمتداول تاني ناجح. الحسابات الممولة مجرد مكبر للنتائج، بمعنى انت لو شخص منضبط هيكبر من نتائجك او ارباحك، وعلى العكس تماما لو انت شخص متهور هيكبر من اخطائك، فبالتالي هيكبر خسائرك. اهم سؤال لازم تسأله لنفسك بدل ما تسأل ابدأ بكام، اسأل نفسك: لو بدأت النهاردة هل عندي المهارة الكافية اللي تخليني أقدر أحافظ على أي رأس مال مهما كان؟ وده عشان فكرة الحفاظ على فلوسك أصلا أصعب من إنك تحصل عليه. وخليك فاكر إن معظم الناس بتقعد شهور تدور على رأس مال تبدأ بيه، وعلى الجانب التاني المتداول الناجح بيقضي الوقت ده في إنه يطور من مهاراته. وخليك فاكر دي كويس جدا: المتداول الناجح يقدر ينمي أي حساب مهما كان حجمه، المتداول الخاسر يقدر يخسر أي حساب مهما كان حجمه. في الفيديو الجاي إن شاء الله هنتكلم على سؤال أخطر بكتير من ده، وهو: هل أبدأ فوركس، أسهم، ولا كريبتو؟